معاه لمدة 7 ساعات متواصلة. التحقيق ده كانت نتيجته الحبس لمدة 15 يوم، وده في إطار أخبار تحقيقات محاكمات رموز النظام السابق المستمرة. والمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قرر حبس الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمدة 15 يوم. المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بالجهاز واجه الدكتور زكريا عزمي بتقارير مباحث الأموال العامة وتقارير الرقابة الإدارية، وكلها كانت بتقول أن هناك ممتلكات للدكتور زكريا عزمي وثروات طائلة استغل فيها أو امتلكها بناء على استغلاله لصفة وظيفية. الممتلكات دي جاية في إطار عقارات وشاليهات وفيلات. وقرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في ختام التحقيقات انه يتم تشكيل لجنه من خبراء وزاره العدل للحضور امام النيابه يوم الاثنين لتقييم القيمه السوقيه لهذه العقارات المختلفه للدكتور زكريا عزمي. وزي ما شفنا دلوقتي الصوره للدكتور زكريا عزمي بعد ما تم التحقيق معاه لمده 7 ساعات متواصله. خلينا نشوفها تاني بالصوت بقى والصوره. جاي يا شباب، جاي يا شباب، انتبهوا قرب يجي اهو بيجي زكريا عزمي، 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 هو الامن بيخفيه ليه؟ هو الامن بيخفيه ليه؟ كلمني على التربايه يا زكريا عزمي، كلمني على عزمي يا حرامي يا حرامي يا حرامي يا حرامي اهو الحرامي اهو الحرامي اهو الحرامي اهو يعني هي صور غريبة ما حدش كان متوقعها، وصور سبحان الله سبحان الله فعلا.